بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة مملكة الجزائرية. اليوم إن شاء الله رجعتكم بحلوة جديدة. جبت لكم حلوة السنيوة ولا حلوة الطبقات بطريقة بزاف سهلة. هاد الحلوة اقتصادية راقية، تقطع كمية كبيرة، صدقوني بزاف بنينة. هاد الحلوة يا البنات لازم وضروري تجربوها في أقرب وقت. أتمنى إن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم. تخليوا لي جيم ولا لايك لهذا الفيديو، خليوا لي رايكم في التعليقات. بلا ما نطول عليكم مباشرة على بركة الله نروحوا باش نوجدوا الوصفة تاعنا. هنايا بسم الله عندي في الغيسيبيون تاعي 125 غرام تاع لا مارغرين ولا 2 ملاعق يكونوا مملوئين جيدا، ملاعق يكونوا كبار، مارغرين تكون طريه. ضفت عليهم 2 ملاعق تاع السكر الحبيبات، رشه تاع الملح، ونخلطوا جيدا كما راكم تشوفوا هنا. من الاحسن استعملوا الباتور، بصح الا ما كانش ولا ما توفرش عندكم عادي فقط خلطوا مليح هذاك السكر مع المارغرين. بعدها راح نضيفوا حبه كامله تاع البيض مع الصفار الحبه ثانيه. درت لافاني ونخلط جيدا كما راكم تشوفوا هنا. راح نديروا عجينه تاع الصابلي العاديه، يعني ما فيهاش حاجه جديده ولا. بعدها راح نضيفوا ملعقه كبيره تاع نشا ولا لا مايزينا بعد ما نغربلوها. اكيد قلت لكم يعني هاد الحلوه صدقوني يا البنات نهار ديروها راح تولي لكم ادمان، يعني مليحه مع المشروبات يعني العصائر، ومليحه مع قهوه حليب، ولا حتى تاكليها مع لاتاي صدقوني ولا اروع في البنه تاعها. هنا راح نبداو نضيفوا الفارينه، يعني هنا حتدي لكم حوالي 2 كيسان وشويه. درت هنايا ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات ولا نصف كيس ولا 5 غرامات. نخلطوهم جيدا. فقط هنا العجينه تاعكم قاعده البنات، العجينه تاع الصابلي عمركم ولا تعجنوها، يعني خلطوها برك ولموها فقط كي ديروا الفارينه. طبعا هنايا كي تحصلوا على عجينه ما لازمش تكون طريه كامل تتلاصق وما لازمش تيبسوها. هذه عجينه الصابلي البنات. ومن بعد مباشره نفتحوها في سنيوه اللي دهنتها بشويه تاع الزيت ولا لا مارغرين اللي حبيتو. المهم انا دهنتها بشويه تاع الزيت. ومن بعد حليت هذيك العجينه فوق السنيوه تاعي فيها 30 على 24 سنتيمتر ولا 30 على 23 سنتيمتر. يعني هذه الطبقه تاع الصابلي ما تجيش عاليه بزاف كيما ما تجيش رقيقه كامل. هنا نفتحوها كما قلت لكم بيديه في البدايه، ومن بعد نستعمل كوبات ولا حلال هذاك الصغير ولا باش تجيني كامل نيفو واحد. هكذا كي نفتحوها كامل ونحسوا باللي هاد الطبقه مستويه، يعني كامل جات حبه واحده. هنا نجيب فرشيطه نثقبها هكذايا باش من بعد هاد الطبقه ما تتنفخش معايا، وما يمكن نديروا لها الطبقات الاخرى راح تجي هاد الطبقه تاع الصابلي تجي مشربه، تجي بزاف بنينه يا البنات. ناكد لكم على البنه تاع هاد الحلوه خاطرش يعني كي تسيوها كي تجربوها راح تعرفوا على واش راني نهضر. هنايا جبت حوالي 120 حتى 150 غرام تاع الشوكولا. انا كانت بقات لي البنات شوكولا ذايبه حتى فيها هكذا بقايا تاع المكسرات عادي. عاودت يعني دفيتها شويه في الميكرووند مع شويه تاع الزيت، يعني ما صفيتها ما والو، مباشره درتها في هذه الطبقه. يعني ماشي شرط طبعا ديروا المكسرات، بصح اي شوكولا متوفره عندكم بالحليب تقدروا ديروها فوق هذه الطبقه تاع الصابلي. نسويها جيدا ومن بعد نحطوها في المجمد. لازم تجمد مليح هذيك الطبقه تاع الشوكولا. نوجدوا الطبقه تاع هذه هي الطبقه اللي تمد البنه كامل في الحلوه تاعنا. عندي هنايا 3 حبات تاع البيض، فصلت الصفار على البياض. بالنسبه للبياض تاعي درت له رشه تاع الملح. طبعا البيض تاعكم لازم يكون بحراره الغرفه. طلعت هذاك البياض مليح بالباتور حتى وين طلع لي على شكل هكذا شغل كي ثلج، يعني القوام تاعو كي نقلبوا الاناء تاعنا ما يزغطش. نحبسو نجي للصفار. الصفار هنايا درت له 2 ملاعق تاع السكر الحبيبات مع شويه تاع لافاني ونخلطوا جيدا كما راكم تشوفوا. بعدها راح نضيفوا كاس ناقص اصبع تاع كاوكاو يكون محمص جيدا ومرحي بقشورو. استعملوا الكاوكاو بقشورو البنات في هذه الوصفه صدقوني راح تتحصلوا على واحد البنه بزاف هايله. هنايا بعد ما خلط هذاك الكاوكاو، هنا فقط الكاوكاو البنات حاولوا ترحوه متوسط، ما يكونش رقيق كامل ناعم وما لازمش يكون خشين بزاف.
درت له ضفت عفوا 3 ملاعق تاع لا مارغرين تكون ذايبه وبارده. نخلطهم جيدا، ومن بعد باش نضيفوا هذاك بياض البيض اللي طلعناه هكذا في البدايه. الكميه الاولى اللي نضيفوها تاع بياض البيض نخلطوه جيدا ولا بسرعه عادي، ومن بعد باقي الكميات نخلطو غير بشويه هكذا باش هاد الطبقه تبقى لنا خفيفه وما تهبطناش في الفرن. صدقوني هاد الحلوه فيها واحد البنه. البنات تقدروا تسجلوها حتى حلوه تاع العيد ان شاء الله لحيانا ربي عيد الاضحى، ولا للمناسبات، بما اننا داخلين ان شاء الله على موسم تاع النجاحات والافراح ان شاء الله. تقدروا توجدوها تاني يعني تقدموها مع العصائر كما قلت لكم في البدايه. بزاف بزاف هايله. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما نخلط هذاك بياض البيض يعني بلا ما نهبطلو هذاك الهواء اللي شكلناه ولا اللي طلعناه، نجيب السنيوه تاعي. شوفوا هنا الشوكولا بعد ما نشفت كليا، يعني تخلوها واحد 5 دقائق تلقاوها هكذا قسمه. توجدوا فقط الطبقه تاعكم هذيك تاع بياض البيض والكاوكاو. هنا جبت حوالي 3 ملاعق كبيره تاع مربى المشماش، ولا 2 ملاعق، تدهنوهم هكذا فوق طبقه تاع الشوكولا، يعني بلا ما تلحقوا للاطراف. المهم هذيك الشوكولا نسيت ما قلت لكمش، يعني كي ديروا هذيك الشوكولا فوق طبقه تاع الصابلي حاولوا ما تلحقوش للاطراف باش ما تنحرقش معاكم الحلوه، ومن بعد تمد لكم طعم ماشي بنين وريحه ماشي مليحه. ومن بعد نفرغ الطبقه الاخيره اللي وجدتها كما راكم تشوفوا، ديرها مباشره فوق الطبقه تاع المربى. انا استعملت مربى المشماش، تقدروا تستعملوا مربى الفراوله ولا هذاك الفوراج تاني اللي يجي تاع الفراز يجي بزاف هايل. انا استعملت غير مربى المشماش وجات بزاف بزاف هايله. هنا طبعا نسوي جيدا هذه الطبقه هكذا باش تجيني نيفو واحد، ومن بعد نخبط السنيوه تاعي شويه هكذا ونحطها هنا في الفرن عفوا، اللي يكون مسخن من قبل على 170 درجه مئويه. يعني هذه الحلوه لازم طيبوها مليح مليح البنات، يعني تعطيو لها وقتها باش تطيب، باش يتحمر هذيك طبقه تاع الصابلي تتحمر جيدا، ويجيكم كامل الطبقات يعني طايبين، ومام الطبقه الفوقانيه راح تتحمر معاكم بلا ما تشعلوا لها من الفوق هكذا. ومن بعد مباشره بعد ما نحيوها، انا للامانه ما درت لهاش هذه الطبقه ولا هذا التزيين حتى بردت. نتوما من الاحسن ديروا هنايا شويه تاع مربى المشماش، حوالي 3 ملاعق هكذا تاع مربى المشماش ولا اي مربى تفضلوه، ديروه وهي سخونه باش تتشرب لكم تجيكم بنين اكثر. المهم انا قلت لكم خليتها حتى وين بردت كامل. درت لهنا رقائق تاع اللوز ولا كاوكاو اللي يكونوا محمصين اكيد وباردين. هنا حاولوا دائما المكسرات تاعكم كي تجيو تحمصوهم البنات، حاولوا دائما تحمصوهم على نار قليله جدا باش يتحمصوا يعطيو لكم القرمشه هذيك المليحه، ماشي ياخذوا اللون على نار قويه ياخذوا اللون وبعد يبقاو لكم شغل طريين. ومن بعد في الاخير زينت بخطوط من الشوكولا، حاجه اختياريه، تقدروا يعني تكتفيوا بهذاك رقائق اللوز اللي درتوهم ولا ديروا خطوط هكذا تاع الشوكولا، يعني على حسب الطبقات اللي درتهم في وسط هاد الحلوه، ولا ديروا غير شويه تاع السكر ناعم هكذا فوق هذاك اللوز ولا هذاك الكاوكاو يفيلي وتحطوا الحلوه تاعكم. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما يعني بردت هذيك ولا نشفت هذيك الشوكولا راح نقطعوا الحلوه تاعنا باش تشوفوها كيفاش تجي. انا هنايا نحيت لها الاطراف على جال التصوير فقط البنات، ديما نقول لكم انتوما ماشي شرط يعني تنحيوا لها الاطراف. انا جبت هذا الطابع تاع اللي صابلي يعني باش نقيس به باش يجوني الحبات كامل يعني حجم واحد. طبعا انا قطعتهم هكذا مربعات، على باليش علاش حلوه الطبقات نحب نقطعها مربعات البنات، ما تقدروا ديروها مستطيلات ولا مقروطات كما حبيتوا. انا درتها كما قلت لكم نحبها بزاف هكذا الشكل تاع مربع، واستعملوا الطابع باش تجيكم يعني كامل ولا مسطره باش تجيكم كامل الحبات قد خاصه اللي درتوها يعني تقدموها للضياف تاعكم ولا مناسبه عندكم. نفس الشيء راح نقطع الجهه
العمودية. بالنسبة لي أنا هاد السنيوة ولا هاد المكونات نحاولي نظن 20 حبة، وقيلة هكذا 20 حبة. أكيد يعني الحبات الله يبارك. شوفوا شحال راهم، نورمالمون 5 سنتيمتر على 5. مي نتوما قلت لكم إلا درتوهم أقل أكيد راح تحصلوا على كمية أكثر من هكذا. مي هاد الحجم يكون يعني في المعقول، ما يجيش كبير كامل. الحجم تاع الحبة ما تجيش يعني تجيش شابة، ما تجيش صغيرة كامل. المهم هنايا بعد ما نحيت هذوك الأطراف، شوفوا الحلوة تاعي كيفاش تجي البنات، صدقوني فيها واحد البنة واحد الريحة بزاف بزاف بنينه يا البنات. قلت لكم هاد الحلوة نهار جربوها راح ترجع لكم ادمان، وما تشدش لا وقت لا مجهود لا مكونات كيما شفتوها، وتجي من اروع ما يكون. يعني هذه في 10 دقائق توجديها. هنا اكيد راح نقسم لكم الحبه باش تشوفوها كيفاش تجي. شوفوا الطبقات كيفاش يجيو متناسقين، طبقه تاع الصابلي ومن بعد طبقه تاع الشوكولا، تجي هذاك الصابلي يجي مشرب البنات. يعني كما قلت لكم هاد الحلوه نهار ديروها على بالي بلا راح تبقاو تعاودوها صدقوني، واي واحد ياكلها عندكم راح مباشره يسقسيكم على الوصفه. شوفوا هنا الطبقات كيفاش جاو متناسقين في بعضهم، جات مشربه، جات بزاف بزاف بنينه. كانت هذه وصفتي تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله البنات تجربوها تعجبكم، تعتمدوها في المناسبات تاعكم والاعياد. وانا مبقى لي نقول لكم الا عجبتكم هذه الوصفه خليوا لي جيم ولا لايك لهذا الفيديو، بارطاجيوها للاهل والاحباب هكذا باش تعمل فائده. والى الملتقى في فيديو اخر بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.